معتز الصفتي، عمري 33 سنة، بشتغل في منصة طيران. طبيعة شغلي مواعيدها مش منتظمة قوي، فالحقيقة بقى عندي الطفلة دي عمرها 5 شهور. كان لازم احاول اسعى في ان انا بما اني بقعد معاها الصبح لان زوجتي بتشتغل، فنتيجة التغيرات اللي حصلت في الظروف دي دورت على حد بيفهم في نظام تربوي قوي يعلمني، فلقيت مكان منصوري العربي. المكان ده اتعرفت عليه في معرض في انتركونتيننتال اسمه سكول هاب. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا معلومة كاملة عن وسائل التربية، عن ازاي ندي لاطفالنا ونكسبهم مهارات مختلفة كتير. ومكان كل التقدير والاحترام ليه زي المنصوري العربي والناس القائمين على ادارته وعلى العمل عليه والمحاضرات اللي بيقدموها، حاجة فعلا الواحد يفخر فيها ويفخر بيها، ويا ريت ينتشروا اكتر في حضانات واماكن اكتر، خاصة الدكتورة اللي بتقدم البرنامج هايدي طاهر. حقيقة ما بخلتش علينا خالص بأي معلومات نقدر نحتاجها بشكل شخصي. نومة الطفل ازاي، طب نحطه في مكان فين، طب الطاقة في المكان اللي فيه ده مناسب ولا لا، المكان معد اعداد جيد ولا لا. فالحقيقة احنا بنشكر المكان في الاول والاخر. وانا كأب هقول بقى لكل الابهات ان التجربة ان انت تقعد مع الاطفال تجربة جميلة جدا. لو شغلك ظروفه تسمح حاول تعمل التجربة دي، ما تحاولش تسيبهم مع حد، ما تحاولش تسيبهم مع جدتهم، ما تحاولش تسيبهم مع ناس ربما يبقوا خايفين عليهم بس مش قادرين يكسبوهم مهارات معينة. فانت حاول انت اللي تكون الشخص اللي ياخد الانيشيتيف ده او الخطوة الإيجابية دي في ان انت تتعلم حاجة تقدر تقدمها لهم، وتشوف الطريقة المناسبة اللي تقدمها لهم بيها، وتشوف المكان اللي يساعدك انك تقدم النقطة دي. انا بشكركم وبشكر المكان وبشكر دكتورة هايدي طاهر.